أكلات هتخليكي تفضلي أصغر. أول حاجة معلقة زيت زيتون يوميا لأنها بتحتوي على دهون أحادية ومضادات أكسدة، هتقلل الالتهابات في الجسم وهتمنع الشوائب الحارة إنها تأثر على خلايا الجسم. تاني حاجة 2 شاي أخضر يوميا واللي مليان بمضادات الأكسدة. تالت حاجة مرة في الأسبوع أسماك دهنية زي السالمون أو الماكريل أو السردين لأنها بتحتوي على الأوميجا 3 والبروتين وفيتامين A، فهتساعد في تكوين الكولاجين وتعمل أي ترميم للجلد أو الخلايا. رابع حاجة مكعب شوكولاتة دارك يوميا، كمان بيحتوي على الفلافونويد اللي بيحافظ على مرونة الجلد وبيمنع ظهور التجاعيد. خامس حاجة الخضروات اللي لونها أصفر أو أخضر أو أورنج، هناخد ثمرتين يوميا لأنها بتحتوي على البيتا كاروتين اللي بتحمي الجلد من أشعة اليو في الضارة، زي الطماطم أو الفلفل الملون أو الجزر أو القرع. سادس حاجة الخضروات الورقية 3 مرات في الأسبوع على الأقل، واللي بتحتوي على فيتامين A و C و E اللي ليهم خصائص مضادة للأكسدة واللي ليهم دور في تكوين الكولاجين. سابع حاجة معلقة من بذور الشيا أو بذور الكتان. تامن حاجة ما ننساش شرب المية مش أقل من 2 لتر ونص في اليوم، وكل ما نزود هيكون أفضل. قولي لنا إيه الحاجات اللي عملتيها من دول وفرقت معاكي.